ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بسكوت تاك او توك اللي هو المملح بالجبنه الرومي. بطريقه جميله وسهله خالص، ما فيهاش اي صعوبه و... وتاكلوه بالف هنا وشفا، مورق وطعمه حلو ولذيذ وتغيير يعني وكده. آه، انا عملت حوالي نص كيلو دقيق، عمل لي ما شاء الله الكميه دي كلها. ده غير طبعا اللي احنا كلناه وهو اول ما طلع من البوتاجاز. المقادير معانا، هنجيب نص كيلو دقيق كامل هنخله، وكيس بيكنج باودر، وعلبة زبادي، ومعلقة كبيرة ملح بس مش مليانة، وبيضاية، وجبنة رومي، وكوباية زيت، كوباية الا ربع زيت، والربع سمنة، يعني معلقتين سمنة على كوباية الا ربع زيت. يعني عادي سيحناهم مع بعض ماشي، مش متسيحين مش مشكلة. انا هنا سيحت معلقتين السمنة مع كوباية الزيت، الكوباية الا ربع زيت. هو مش بيحتاج خميرة. هنحط الحاجات على بعضها، وهنقلبهم كويس. الاول البيكنج باودر والبيضة والزبادي، ونقلبهم حلو. يعني كنت حاسة ان هو كان محتاج مثلا حوالي ربع كوباية لبن تاني او معلقتين زبادي تاني، بس هو كان حلو جميل يعني. ماشي. ممكن انا كترت يعني اكلت منه كتير، فعشان كده حسيت ان انا اتلكمت يعني. المهم هنحاول هنقلب بقى كل الحاجات ديت مع بعضها. الفكرة او الفرق بين العجين اللي هو مثلا البسكوت او الحاجات اللي هي زي بيتزا، عيش، حاجات زي كده، ان البسكوت والحاجات دي هو بيمتزج بس يتقلب في بعضه، يشرب مكوناته بس، لكن مش بنلت ولا بنعجن. انما البيتزا والعجين والحاجات اللي مثلا تبقى فيها مية او فيها خمر والحاجات دي، ايوه بنلت ونعجن لغاية لما العجينة تبقى ناعمة خالص، واسمها بنخدم العجين. انما البسكويتات وكده والكوكيز والحاجات دي لا، مجرد بس ان ايه، ان المكونات كلها بتخش جوه بعض كويس. والجبنة الرومي حاولت ان انا اقطعها صغير، بتالي لو كانت اصغر كمان من كده كانت هتبقى احسن، او تتضرب في الكب على طول نريح دماغنا يعني. بس وهنقلبها مع العجين ونسيبه في التلاجة يريح حوالي ربع ساعة كده ولا حاجة. برضو حاولت ان انا ادخلها برضو في العجين كله عشان تبقى برضو يعني لو اتحطت فوق الوش بس هتتحمص ومش هيبقى ليها طعم، انما لما بتخش جوه العجين هتبقى طعمها حلو. بعد كده بنسيبها حوالي نص ساعة في التلاجة، بتريح شوية وتتماسك كويس مع بعض. وبعد كده بطلعها افردها واقطعها بالشكل اللي احنا نشوفه ده. طبعا لما بنفردها تقريبا يعني مثلا قد البسكوتاية كده. احنا لما بنجيب، شايفين البسكوتاية احنا بنجيبها بتبقى عاملة ازاي؟ احنا برضو بنفردها رفيع كده، يعني رفيع على قد البسكوتة. هي مش بتخمر بس بتعلى حاجة بسيطة، فيعني انتوا اعملوا حسابكم ان هي هتعلى حاجة بسيطة. إيه، بنفردها برضو على الرخامة او على حاجة قريب من الشكل اللي انا بعمله ده. وهنجيب سكينة، قطعة بسكويت، قطعة اللي هي زي المربع دي او المستطيل، اللي انتوا عايزينه. طبعا يعني هو انا مش عارفة، مش بحب اتقيد بحاجة، وبراحة كل واحد يعني. انا عندي القطعة دي اللي هي بتاعة البيتزا، فيها جزء مشرشر وفيها جزء اللي هو اللي عامل زي السكينة عادي، اللي هي العجلة دي. فانا قطعت على الجزء المشرشر بس هو مطلعش باين قوي، بس حلو يعني. انتوا بتعملوا في البيت اعملوا اللي انتوا عايزينه، يعني لو هتعملوا اسماء يعني شكل الحروف اعملوا براحتكم بقى، يعني انتوا بتعملوا لعيالكم وليكوا، اعملوا اللي انتوا عايزينه. انا مش بحب بصراحة ان انا اتقيد باي شرط يعني. بعد ما قطعت المربعات دي، هي بصوا يعني هي محتاجة بس يتحسس عليها شوية وهي بتتشال، لكن هي تمام يعني هتبقى ماسكة نفسها وهتبقى حلوة كده. بس عشان قطع الجبنة الرومي كبيرة شوية، محتاجة ايه، تتشال بشويش.
ما تزهقوش والله، يعني هتطلع حلو في الاخر، يعني تحسوا ان المجهود مش كبير بس في نتيجة وفي حاجة حلوة. يعني بسكوت تاك الملح اللي احنا معظم الناس او كتير بيحبوه جدا، يتعمل بقى في البيت هتحسي كده بإنجاز. وبعدين هنجيب اما عصاية اللي هي بتاعة الشيش طاووق نخرم بيها، او شوكة، او او اي حاجة شبه كده، برضو ما تتقيدوش يعني. انا خرمت بشوكة اللي هي 2، بس حسيت ان الخرام رفيعة قوي ومش هو ده الشكل اللي عاجبني يعني، فخرمت بالسلكة بتاعة المضرب البيض. الخرم بتاعها كان واضح شوية. وكده يعني مثلا عملت الاول صينيتين كبار، وبعدين عملت الصينية ديت، وبعدين عملت صينية تاني، يعني النص كيلو. وما شاء الله عمل معايا حبة حلوين، اللي هو طلع سيرفيس كبير وطبق، وغير اللي احنا قعدنا نلقطه. هي دي اللي انا قصدي عليها. اعملوا بقى الاخرام براحتكم، 3 9 12 25 بشكل منتظم، بشكل مش منتظم، متتقيدوش بحاجة، مفيش حاجة لازم ولا حاجة مفروض. يا جماعة كنت عايزة اقولكم على حاجة، يعني من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الرحمة. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى رحمن ورحيم، يا ربنا سبحانه وتعالى لما قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم انت لو مش رحيم، الناس مش هتسمع كلامك ولا هيقبلوا الرسالة يعني او دين الاسلام يعني. فنخلي عندنا شوية رحمة بالله عليكم ببعض، يعني كلنا نكون رحماء على بعض. مش لازم نتعصب على ولادنا ونقعد نضرب فيهم ونطلع غلنا في الدنيا عليهم، ولا على الناس واحنا بنشتري منهم نطلع زهقنا، ولا الزوج على زوجته ولا الزوجة على زوجها ولا كده يعني. خلي عندنا شوية رحمة لما الناس اللي بنحبهم نعمل لهم الحاجات اللي هما بيحبوها. بلاش نكون تقال على بعض، الدنيا مش ناقصة يعني. ده شكله اللي انا بقول لكم عليه ما شاء الله، بيطلع يكون لونه ذهبي، يعني اوعي خالص ياخد لون اغمق من كده. يعني انا حاسه ان السطر اللي في النص ده في السيرفيس هو يعتبر خد لون سيكا، بس انا اصلا بحب الحاجه تكون متحمصه شويه، بس هو الصح بتاعه هو الفاتح ده. وبألف هنا وشفا على قلوبكم، ولو عجبكم ياريت تشتركوا في القناه، ولايك بقى وصيتوني.